في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة تحولت أجواء الهدوء المعتادة بقلب العاصمة الاقتصادية إلى حالة من الصدمة والذهول. أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. المنطقة التجارية الشهيرة درب عمر لم تكن كعادتها اليوم بعدما تقاطرت سيارات الشرطة العلمية والوقاية المدنية بشكل مكثف نحو إحدى العمارات. التساؤلات بدأت تملأ المكان والعيون ترقب ما يجري خلف الأشرطة الأمنية. هل نحن أمام حادث عرضي أم أن هناك تفاصيل غامضة تخفيها جدران هذه البناية؟ المصالح الأمنية والشرطة التقنية باشرت معايناتها الدقيقة في عين المكان لفك شفرات ما حدث. هنا كانت الفاجعة، فقد اهتزت المنطقة على وقع العثور على جثة شخص في الخمسينات من عمره ملقاة على الأرض ومجردة تماما من الملابس. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الهالك الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية سقط من الطابق الخامس للبناية ليفارق الحياة فورا نتيجة قوة الارتطام. وفي الوقت الذي تم فيه نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، لا تزال الأبحاث الأمنية جارية على قدم وساق. فالسؤال الذي ينتظر الجميع إجابته: هل كان سقوط الهالك متعمد أم حادث عرضي أم أن للواقعة أبعادا أخرى؟ نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.